نرجع نكرر ونقول يا جماعه في لعيبه اصلا ما بتعرفش تتكلم او مش مالهاش في الترند او ملهاش انها تطلع اصلا في الاستوديوهات. يعني دلوقتي خالد عبد الفتاح خلاص جابوه من الدار للنار بسبب التصريحات اللي هو عملها. تمام، كله عمال يتكلم على التصريح ان هو لو الاهلي استغنى عنه هو هيسيب النادي. انا برجع واكرر واقول هو ما غلطش، هو خانوا التعبير. هو خانوا التعبير. الكابتن احمد شوبير اصلا يعني اعلامي شاطر، وده في حته غلط. ممكن كان رد عليه طبيعي وصريح ان انا راجل لسه لاعب عقد ممتد مع النادي الاهلي، ما ينفعش ان انا اتكلم في النقطه دي هي. تمام، في لاعيبه تانية طبعا يعني ليها في الشو. لا، لما مش هرجع من مصر على النادي الاهلي لو النادي الاهلي ما رفضني انا مش هلعب غير في النادي الاهلي. وفي الاخر بنلاقي الكلام ده هو، وفي الاخر نلاقيه برضك بيلعب في نوادي تانية عكس اللي هو قالها. ففي ناس بتاع الترند وفي ناس مش بتاع الترند. ما تتحملوش على خالد عبد الفتاح قوي ان في لاعيبه كنا مربينها وقالت بتاعتنا وراحت لعبت